الجزائر ستدفع 100 ألف دولار كغرامة فرضها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف على خلفية الأحداث التي أعقبت مباراتها مع نيجيريا في ربع نهائي إفريقيا، والتي أوقفت مشوار محاربي الصحراء في الكأس الأممية بعد الخسارة بهدفين مقابل لا شيء في ملعب مراكش. بعد المباراة اندلعت اشتباكات بين اللاعبين في الملعب امتدت لتصل إلى ممر غرف تبديل الملابس، وعلى ضوئها قرر الاتحاد الافريقي معاقبه الحارس لوكا زيدان بايقافه مباراتين في تصفيه افريقيا 2027، والمدافع رفيق بلغالي بايقافه 4 مباريات منها مباراتان مع وقف التنفيذ في ذات التصفيات. وتوزعت الغرامه الماليه على سوء سلوك من الفريق الجزائري اثناء المباراه وحصوله على 4 بطاقات صفراء وسوء سلوك لاعبين ومسؤولين بعدها، واستخدام الشعلات النارية وإلقاء المقذوفات وعدم الالتزام بإجراءات السلامة واستعمال إيماءات مسيئة للحكام. من جهته أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تحرك السريع والرسمي للدفاع عن لاعبيه وتقديم طعن رسمي ضد هذه العقوبات. هل ترون قرارات الكاف منصفة أم مبالغ فيها؟